صباح الخير أخويا وأختي. مع صلوات آخر العام قديه مشغول قوي أشارككم بيها. النهاردة الرب حط في قلبي كلمة مهمة قوي، إن أنا هكمل معاك يا رب. هكمل بكل قلبي وبكل قوة رغم كل اللي بيحصل أو حصل لي. لو في معاندين أو في مقاومين، لو في ضعف أو في فشل، لكن في اسم الرب يسوع أنا مكمل. في إنجيل مرقس وأصحاح 15 وعدد 22 بتقول كلمة الله: وإذ امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. يقول الكتاب: فلم يجبها بكلمة. وكمان التلاميذ لما حبوا يتكلموا فقالوا: اصرفها. فرق معايا قوي أحبائي 3 كلمات قالتهم الست دي. أول كلمة قالتها ارحمني، والكلمة التانية قالتها أعني، والكلمة التالتة اللي قالتها أعطني. أنا مكملة، جايالك بحالتي وبقولك ارحمني، جايالك حتى ولم تجبني هقولك أعني. عايز أقولها لك من كل قلبي، لو في أمور بسيطة قوي، فتات ساقطة، أعطني. أنا مكمل في اسم الرب يسوع قدام كل صمت حسيته الوقت اللي فات. مش لاقي كلمة ولا إجابة واضحة وقوية، بس هقولك أنا مكمل في اسم يسوع. أنا مكمل حتى لو حسيت إنك مش جاي ليا الوقت ده. أنا مكمل يا رب. أنا مكمل حتى لو فتات ساقطة قليلة جدا ومش من حقي، بس عايز أقولك أنت قلت إنها من حقي، فعشان كده أنا مكمل في اسم الرب يسوع. أنا مكمل حتى لو من الأمواج عالية وقوية ومعاندة جدا. أنا مكمل لأنك أنت في السفينة. أنا مكمل لو السماء سودة وفيها غيمة صغيرة. أنا عايز أقولك أنا مكمل في اسم الرب يسوع. أنا مكمل حتى لو في طريقي طوبيا وجشم وصوفر. أنا مكمل في اسم الرب يسوع. أنا مكمل لو الإجابة أو الحل أو اللمسة جت اليوم أو بكرة، أو عايز أقولك كمان حتى لو اتأخرت شوية وشويات. أنا مكمل معاك وواثق فيك، ماسك فيك، مش هسيبك لأنك أبويا وإلهي. بقولك ارحمني، أعني، أعطني، وأنا مكمل. أشكرك لأن أنت كمان مكمل معايا. أشكرك لأنك أنت كمان مش بتفشل فيا أبدا. بشكرك لأنك أنت بتعيني وبتسندني وبترفعني وتشددني وتقويني وتعدي بيا كل وقت صعب. أنا مكمل. هللويا. بشكرك يا رب لأجل السند اللي بتسند بيها كل أخويا قاعد وتعبان، كل أختي متألمة ومكسورة. بشكرك لأنك بتشجع وبترفع وبتسند وتأيد، وده أنا واثق فيه النهاردة. أخويا وأختي، قولها من كل قلبك مهما حصل، مهما كان من ناس أو أشخاص. قول كده: أنا مكمل. هللويا. خلينا نصلي مع بعض.